اليوم حنوري لك كيف طيبي البيتزا كيما المحترفين. الطريقه تاع الطاجين هذه راهي معروفه، تخرج لك واحد البيتزا منبله هشيشه مانيفيك. وشوفي تسي عليك الطياب بالطريقه اللي حنمدها لك، وولادك وعائلتك مع اليوم غير يتمتعوا لانهم راح يحسوا روحهم في اروع بيتزيريا. ويا يما على لاباط اللي خلطت لها السميد وجات هشيشه تذوب في الفم. بسم الله. في المقادير نسحقوا مغرفه خميره الخبز، مغرفه معمره مليح تاع السكر، وكاس تاع الماء يكون دافي. درت ربع كاس تاع الزيت مخلط بزيت الزيتون وزيت نورمال، جربوا زيت الزيتون يمدلها قو هايل. ودرت نص كاس تاع السميد الرطب يمدلها واحد القرمشه والهشاشه روعه. ودرت 2 كيسان فرينه والملح ومغرفه تاع الخل، ونخلط المكونات كامل. وتبقاو تضيفوا في الفرينه حتى تحصلوا على واحد العجينه. دوك نوريكم قوامها كيف يكون. هنا درت شويه داك الزيت اللي بقى لي. شوفوا القوام تاعها كيف راهي بزاف طريه تتلاصق، ما ديروهاش حاكمه روحها بزاف، يعني تجي كيما تاع المحاجب. هنا درت شويه زيت في يدي ونحاول نلم العجينه بالشكل اللي راكم تشوفوا فيه. شوفوا قوامها كيف راه. هنايا مسحتها بالزيت ونغطيها ونخليها تخمر. قد ما خليتوها خمرت قد ما راح تجيكم مليحه. انا خليتها تقريبا 45 دقيقه. وبعد ما وليت ليها هنا ما ديروش كيفي، ما ديغازيوهاش، يعني حنا نسحقوا هذاك التخمر اللي فيها. هنا تفكرت وليت حبست. نرش السميد طبقه مليحه تاع السميد، ونقسم العجين ونحطو ديريكت فوق هذاك السميد، ونبدا نفتح فيه بالشكل اللي راكم تشوفوا فيه. لا حلاله لا والو، يعني تفتحوها غير بيديكم. بقاو تكسلوا في العجينه وشيوا الاطراف هذوك الحواشي ما تكسلوهمش، يعني خليهم منفوخين شويه. جبت هذا البلا اللي طيبوا فوق البيتزا بزاف هايل. اذا تلاقيتوه غير شريوه وما تقسيونيش عليه. نهار تشريوه وتسيوه راح تفهموا راني نقول لكم اشريوه، يعني بزاف هايل. نعدل هذيك القرصه تاع البيتزا مليح كما قلت لكم. برك الاطراف ما تسيوش تفسدوهم بزاف، خليوهم طالعين. وندير لاصوص تاع الطماطم. ديروا طبقه مليحه تاع لاصوص باش ما تجيناش البيتزا ناشفه. وتقدروا ديروا ثاني صوص بلونش كما تحبوا. نديروا الفرماج، درت الموتزاريلا. ديروا اي نوع فرماج رابي تحبوه. وشو الموتزاريلا يتواتى بزاف مع البيتزا. وزدت درت هذا الفرماج تاع المثلثات بالشكل راكم تشوفوا فيه. واكيد كل ما كثرتوا الفرماج كل ما راح تجيكم بنينه. ونزيد ندير الفيونداشي، درت له شويه ملح وفلفل كحل والثوم، هذا مكان. ونحطوه بالشكل راكم تشوفوا فيه. واللي سقسيوني من قبل قالوا لي اسكو يطيب ولا ما يطيبش، راح يطيب. يعني هو اصلا ما يسحقش وقت بزاف في الطياب الفيونداشي، ليه هي يطيب. ونزيد ندير الزيتون، ديكوريوها بواش راكم حابين، تحبوا فلفل بصله كيما تحبوا. ونجيو الاهم مرحله اللي هي الطياب. الفور تاعكم لازم يكون شاعل من الفوق ومن التحت على اقصى درجه ممكنه. وتحكموا الطاجين تاع كسره ولا مطلوع كيما تحبوا. حطوه فوق الشبكه هذيك تاع الفور ونقلوها للتحت، يعني ديروها في الرف السفلي خلاص تاع الفور، وخليوه يسخن تقريبا ربع ساعه ولا نص ساعه. والفور لازم تكون حاميه بزاف. وهذا الطاجين ديروه من الاول كيما قلت لكم، يعني مع تشعلوا الفور حطوا الطاجين وخليوه يسخن مليح، لانه هو اللي راح يحكم بزاف سخانه وراح يطيب لنا البيتزا اللي ليه تتنفخ وتجي خفيفه وما تجيش معجنه ولا يابسه لداخل. ويعني كي تحطوها مونبا 5 دقائق راح تبدا تطلع، يعني ماكسيموم 8 دقائق 10 دقائق طيب لكم البيتزا تاعكم. وعلى حسب درجة الحرارة، إذا كانت عالية بزاف ماهيش حتدي بزاف وقت. وشوفوا يعني لاباط اللي تحصلنا عليها جات من أروع ما يكون. هذاك المزيج تاع السميد والفرينة يجي بزاف خفيف. على بالكم الحواشي تاعها جاو كيما السفنج الله يبارك، يتكلوا وحدهم. انا ما نحبش الحواشي ومانيش موالفه ناكلهم، بصح تاع هذا البيتزا كليتهم لانهم جاو خفاف ومقرمشين وهشاش، يعني ما همش معجنين نهائيا. نتمنى تكون الوصفه عجبتكم، جربوها ماكمش